بطعمك وإلا يقول أكاي. نسأل الله العافية والسلامة. لنزام نحر بزيحو يطفى أكاي كابزن شروط دياتن ثلاثة زقرنين نحر دياتن كابزي أنت ريحقو يطفى أكا. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ربي يقول لكم القرآن إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نحر هفتمو أبطغيان أتو. نسأل الله العافية والسلامة. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أبكال آدم ميلو رب سبحانه وتعالى بزعبنا كفار تزارب كله إنهم كانوا قبل ذلك مترفي أهل الترف سف جنزب نيرم هفات نيرم بحقين بدي حقين نتجنزب يتصوتوا نيرم. ولذلك مهلك يوم كينو. نسأل الله العافية والسلامة. إذا من دعاء الصالحين سخان تبل وأسألك غنى لا يطغيني تبل. نعم نتجنزب. نسأل الله العافية والسلامة. نحدا بزيوحو ممكن كسحتك إلي. ولذلك الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى مالا صالحا ويسأل الله عز وجل أن لا يطغيه وأن يوفقه للعمل الصالح. طيب متى فرضت الزكاة؟ زكاة معاش فريدة. اختلف العلماء والصحيح بمجمريا أب مكة كله بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زكاة عامة تفريدو نخلال زلو واجب نيرو نمساكين كبلع بدي تحديد أي تحددن مقادير ناتوه عند متاخ مخانو كان منتاخ توتص بدي تحديد أو خلو بحفشو رب سبحانه وتعالى زكاة فريدو أبقي زي مكة إنا نمل لنا في السنة الثانية من الهجرة تفاصيل ناتو تذكروا. إذن حجي خبلوها قالوا فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة سهاس اللي تمهركا انتهي تفلت تفاصيل ناتو مالتهم يمتبل. تفاصيل ناتو خنتايو يعني أبقمال كنت منتهي اللواء وزكاة أب بعور أب باقيع أب ورقن برورن عن زكاة النقدين كم أب حبوب وثمار عندما تأخذ توتص زيتات كله تفاصيل نايزي فريد أمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة. لماذا فرض الله الزكاة؟ إلهم نمنتاي رب سبحانه وتعالى الزكاة فرد غيره. هل لتم مساكين تراي مبلع مستايدي ويس كالت ترجم الله دحر دقا استوعلنا أبزنا قرزي ومصنعتي غيرنا وأكفحنا رئينا أبزي إلنا بمجمريا رب سبحانه وتعالى اتجنزبنا تخم خانو أراجتنا قال أين إلنا خاني رب سبحانه وتعالى بزدل بيستفعل عليه عبادتها دما فرد غير لنا وتي نجرتي عبادة خم خانو يعني رب سبحانه وتعالى نبؤ مقرابكم مخانو زريئي آياتات أحاديث تذكروا بزعبان زكاة. أولا آيات عامة ربي يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتي زكاة تفتوى قلقا جنزب دافة خيو خطوة قلقا انت أخذت بدلقا أنا نقويتاي بزيادة فتوى
أنا نقويتاي كبل جنزبي يوتصأ له إزيو أتي عندي علامة زكاة موتا نمساكين مهفتام نمهب ترى يكونن قدامي علامة نسخا قبل بخا انتيكا دافتها دا تحقوسكا توصك لها ازي رب سبحانه وتعالى كابخاز دلي ولذلك رأي أبحاج انتايلو مشيلون نتم تمتع دلوهم قران دلوهم واجب غير لهم كحردو أباقي ولا لا انتايلو رب سبحانه وتعالى زعبهم يلو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ايش يناله التقوى منكم عندما كان ربي اختهفتم ما يخون كان ولكن كتوصن كلها نمن لها توزن لها اذا من هنا اليك ولذلك يقول ربي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لأن كل ما نستغاوتي كان ربي كان ربي هتقرب لها اذا انتهي تركب تكفير السيئات ورفع الدرجات ومحاربة الشح شح كل ودي سب شح له طمع له بخل له ف دافت غاية جنزك توصوك لها نزين السخاء أب نفسها دلو شحن قلملا تطفئ لها أب نفسها ولذلك السخاء قربك إذا من أهل الجنة نخد كون ربي بلا بكبر القرآن قد أفلح من زكاها نتا نفسي قد أفلح من زكاها كما يلقاها تزكيها قبل الله تتصفيها تسريها نفسي بزن وندخل لزن الصلاة والزكاة والصوم والحج تطهر النفس ولذلك تبقى هقابها قرسب متيون سيدنا محمد قبل كله الله بعثك بالحق يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم قال الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال الله فرض علينا زكاة تؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم قال كون دابل في النهاية انتهيلوا والله لا أزيد على هذا ولا أنقص انتهيلوا النبي عليه السلام أفلح إن صدق لا يحجزي زكاة التطوع يبلو ولا زكاة صلاة التطوع يبلو ولا صيام التطوع يبلو فرائض نتم فرائض غير عين تسكيم وخيل السبع يزي وعارب لما الحري لهم كأقبرهم والله لا أزيد على هذا ولا أنقص لا بلا خير النبي عليه السلام تنم أفلح إن صدق نعم إذن كبرات أحوات ازي اتعابي على ما ناي زكاة انها تقبروك لها نربي الكاها تقبره ولذلك فايدين زكاة وزحو ما نقصت صدقة من مال في بعض الأحاديث يقول سيدنا محمد ما نقصت صدقة من مال ورأيهم السغاء أشون كايلو زكاة أشون كايلو زكاة فريضة يقدفوا صدقة التطوع حراوتيك رب بارك لك ديت حسب جنزب متأكا ربي بلا بكم القرآن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم لنزم وطع في سبيل الله بركة للجسم بركة في المال خير وردك ولذلك يوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يبعث الله لك يوميا ملكين ينزلون في الدنيا أحدهم يقول اللهم أعطي منفقا خلفا والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا إذا يوميا يا أخي يوم علتاوي بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك والقتل لها ملك تايبل اللهم أعطي منفقا خلفا ولذلك أنا أنصحك كتفتم دليخا من وسائل المفتاح هو
صدقة وصل يوميا ولو 5 ريال. ليه؟ عشان تنال الدعاء زي، ودعاء الملائكة عند الله إيش؟ مقبول. عشان تنال الدعاء دي نسخة أوصي يا أخي 5 ريال، ريالين، ريال، ولو بشق تمرة. إذا معي فاتقوا النار ولو بشق تمرة، مش لهم شق تمرة، فرقة تمري، فرقة تمرة إحنا نسأل يا أخي 5 ريال تسأل. ولذلك نحن تشقير كاي بالكان تصدق له أو تصدقة أي السأنين بجبها 10 قرشي 10% خب أوت. كم هو 10%؟ ريال. من 10 ريال 10% خندي ريال، ريال أوت. عشان تنال هذا الفضل. ما من يوم إلا ويرسل الله ملكين فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا. قدوفو أحاديثنا فضل الصدقة كن زربت خوينا أين ودئني نازل درسي أين ودئنا أبدا وقزيق حلف النايب. فضلنا صدقة بين عينيتي حتى حموم بصدقة حوي والله، ومجرب كن دي صبر إيوه دي صبر إناية بعيننا سمعناه بإذننا. في بعض الأحاديث وإن كان فيه ضعف بلغة علماء لكن رئيناه بالتجربة. داووا مرضاكم بالصدقة. فقد من السراق والعحي مكا سيبيت حي ماكا قد من أب حكمنا مقياي نبرب تقواي صدقة أو ويوميا بزكى لك أي تبزح عشان تستمر تجد لها والله أثر. وهندي سبات سلطان زنبرم ربح ويوم فضل الصدقة. كندي سبات أقرم قرة حسبي. أنا أذكر لكم قصة. أبصرحنا نقرني مديرنا هنا عركو غرغرينا انتبه الحمام أبوه تتحيزوا بأقرم يجوا إلو إلما حكايم مزحمة مزي لحلحنا إنا نحنا خنا فوسو أي كألنا يا أقربها من قرتنا يا رب لعل الله فرج قبر له حجين يقولون نخبرنت وي حل نخري له طبعا تيقرين مشمشو تبلاشيو نسأل الله العافية والسلام. حجي زبلني والله يا برهان أنا قيدي زيارة غير اللون بلكا ورئية سبعي أو أبت مستشفى زيارة مش قبل كل إلكا لمن تاي صدقة اللي توصوه يبلو له خن ودو وسبعي دقيسو سمعنا له ودغاي لك على المعاشي بناي طروتا ما هي زكاة كن دخلت مايو 3,800 ريال. فإلي يا أخي تصدق لعل الله يشفيه لك. فزازر بازي سمعوا أنا بزي أمسكتكو يدول اللي سواي يا أخي أبوي كم تقبل سمعك هو متم هايو 3,800 ودعاة اللوخم أبصرحكم سلت سمعنا نداعية صدقة يخون له أبو هبو الله لك جزاك الله خير يتقبلوا أمتيوان أبكاسام سأتوا بعد أسبوع دولوا أبشرك تغسليك نقص جميرو وتأقرق حو جميرو والحمد لله لك. اي والله فتبقى يحويو الحمد لله رب سبحانه وتعالى شافيو. وخمزيتا القصص كنا قرتو خيرنا جزي وينك وزلنا ينوحيو ليس بصدقة تفويسهم. ولذلك احنا نلابوكم ونلابو نفسنا كم زنا قر كركب كل حمام ويقال نقر بصدقة تقواي فإنها والله الشفاء. كان من تاي تبقيسو إيزي لأن سيدنا محمد يلوم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل ما نسخا تشقل ريقاك تحقوزوك الله ربنا ما سبحانه وتعالى كل شقراتنا تكايك قال للكاي يلحق. نعم
مقادير الزكاة. مقادير الزكاة. مقادير انتهي بهال دمقنا دينا يا جماعة ساعات كل تخوينه. طيب إذا أنت حلف كنبلن لحراي إن شاء الله تعالى أفتي قبابنا زكاة طبقنا ناتوينا إن شاء الله في الأسابيع القادمة. مقادير الزكاة يعني تي مقادير انتهي بهال لا شخص ها ملكعي. ملكعي يعني ملكعي بمعنى لكع مساد ومقادير مساد. عقن مساد ملتي مقادير عقن مساد خون خيل. المهم اتي رب سبحانه وتعالى فرضهم كندم كاب جنزب كندم تاهم توصي كاب تريد كندم تاهم زلكا زيت مقادير واخلت اللي كابت اخلي خندها توصي كل زيتات مقادير بال. فرب سبحانه وتعالى نزل مقادير بعلي وسينوه سبحانه وتعالى. كم تحجي اب إرث سب موت جنزبوك مقال كل من مقايلوه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله انكو عرب بعلو مقالوه انبر سبسي مستقاتل نيرو لو كان زنقرزي اب سب رب قد يفوز سب متقاتله لكن الله حكيم يفلتي سب كم زقاتل. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض هي لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولذلك الزون مقاديرنا إذا كاون ربي سبحانه وتعالى وريدوه اجتهادي إلا في بعض الأمور. وزي مقادير إذا رأيت ملكت قاعدة ناتو دما كل ما اتي ترخبو جنزب بقلبت كان بتعب كان بحركوينو اتي عقن دقال خيد دحر تعب تري بقول له خيني خير تاخون دابر دال على خير. اذا بمنتهى جنب العلماء ركاز دفن الجاهليه. بدفن الجاهليه انت عملتيو بزمن جاهليه قد مسلم منا امريت دي تقبره جنزب في حركان دحر رخيب كايو تايب بهالزي ركاز ازي ركاز زي جنزب زي حجي زي ورقي يخون برور يخون جنزب يخون ازي كي تعب كاس لازر رخيب كايو انتهى له ان منتهى له الخمس تعملتي يعني نزل نجرزي زنخب كايو اب حمشته تمقلق حدا اف كابز حمشته توص وبزي قانقانا انت يبهل 20% 20% وص مالتي لانه ميتي اب عسره مقلن كلها عندي متى حمشته متى. ولذلك باللغة ففيه الخمس تيلك يعني 20%. ليش 20% توصي؟ لأنه تعب كان ربيه بك يا أخي تعب يقول له نزي. ولذلك 20% توصيك أقول لك أنا قال أي قول لك أنا ولله لك توصي خلاها أنت متسكى عطفها متسكى دي تحسب جنز متسكى هم زبلناهم. طيب إذن إلك وما فيه التعب من طرف واحد وما سقي بلا مؤونة نصف الخمس يعني 10%. زيتات دماني أب حبوب وثمار نسخاء انت لا تستيو خونك ويربي بما يندحراستيو ننبيني بعلها تستيخايو بغنزب غير كابابو رامتيكا خاب علاتات كوعيتكا وقلمل ازي تعب له هو بماي ناي رب ندحر وديقو خنتا له خندا له نصف الخمس لك يعني كم 10% له.
وخلتي تخينو خني بناي ماي ربي وبناي تعبك تخينو خ ماي ربي خي يمتسكا وبناي تعبك وين هلو تخينو خ نصف الخمس لك نصف الخمس أو ربع الخمس وهي 5%، يعني ربع العشر. ربع العشر يكون لا، وما فيه من الطعام من الطرفين وما سقي بمؤونة الخمس أي فيه نصف العشر وهو 5%. وبزوح تعبت اللي وخي كم جنزم مسالي ففيه لك ربع العشر وهو 2.5%. وزازيان مبربعيتي زي مبربعيتي عقن مقادير يعني بزوح تعاب زلوي إذا خاتي كم تجنزب كات سخات بلو شمونت ساعات تسرح وكم هياها تأكب 2000 ولا 3000 فرحوي عمتك حلفهم كله كاو خندي توت باكا ربع العشر. ربع العشر توت وربع العشر 2.5%. كاب 100 ريال كندي توت 2.5 ريال. كندي ربي قدي في الكالو 97.5 نعخا. ظلمك رب العالمين؟ لا والله سبحان رحيم. ولذلك رأيت نظام والله يا جماعة نظام الزكاة ترى تنبيبكايو يدخلك في الإسلام. مشروع بدقة عجيبة، ما في رأسمالية في الإسلام رأيه ولا في شيوعية. ولذلك جنزبكا يحلو الكاي يسلمنا في نفس الوقت ما نزم مساكين كهب من تنز مسكين كي يحس دكا من تن سراء خي بزح من تن ليابو خي بزحو من تن رحنتي وحقد قال ان خيركب وحسد ان خيركب. رب سبحانه وتعالى انت غيره اوجب عليك لازم فرقراء مساكين شمنت اصنافهم مصنايم لختوص كم هي خوص خي تبلك الله هذا ما الزقابه بز نغرناكم تفاصيل ناتو الخمس او نصف الخمس او ربع الخمس او عشر او العشر. والعشر دما نجزع رسول ثمن الخمس ثمن الخمس. فالخمس نازل لنا كلنا اما الخمس او نصفها او ايش او ربعها او ثمنها. وكل ما نسخها تعبك زياده رب سبحانه وتعالى التي تعبك صمخها يدفع الكان رب سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا إذا حديث نشرحه إن شاء الله نقرفوننا انتهى لما النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وإياك وكرائم أموالهم التي تصبغ جنزبهم نعوك يتم تتنقى زكاة توتك لها كان ما أكلها يزخوني نحمق ولا تصبغ ما أكلها يزخوني وإياك وكرائم أموالهم من النبي عليه الصلاة والسلام أم معاذ بن جبل. إذن تسلمنا نتي ما جنزبك حليل كايو وإذا آخر من هذا حيث لزخوني رب سبحانه وتعالى أوجب لك زكاة نختوت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم إن شاء الله. نزلوا أبتن 40 شمنتن حديث كن أتوينا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا فاعف عنا وأنت خير من عفا سبحانه وبحمدك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.